العالم كامل كان كيجهل هذا الحارس، حتى وقف قدام ميسي وخلاه العالم كامل كي يهدر عليه. تخيل معايا، حارس من دولة صغيرة اسمها الرأس الأخضر، عنده 40 عام وما عمره لعب مع نادي أوروبي كبير، ولكن في مونديال 2026 ولا حديث العالم. اسمه الحقيقي جوزي ماردياس، ولكن الجميع كان يعرفه باسم فوزينها. من صغره ما ترباش مع والديه ورباه جدوده، ومن هنا جاء اللقب دياله فوزينها. البداية ما كانتش سهلة، كان قصير بالزاف باش يكون حارس مرمى، وكتير من الناس ما كانوش مؤمنين بيه، لكن ما استسلمش وبقى كيتدرب حتى طوال وحقق الحلم دياله. داز من أندية صغيرة في أنجولا، مولدوفا، قبرص، سلوفاكيا والبرتغال، بلا شهرة وبلا أضواء. ولكن كل شيء اتبدل في مونديال 2026 قدام منتخبات قوية، قدم تصديات خيالية خلت العالم كامل يصف إليه، ولا الاسم اللي كيتكرر فكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل. في أيام قليلة فقط تحول من حارس مجهول إلى بطل قومي ورمز للإصرار. هذه القصة كتثبت إن النجاح ما كيحتاجش اسم كبير، كيحتاج غير شخص ما كيستسلمش. وإنت، وإيش كنت كتعرف فوزينها قبل كأس العالم؟